بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلبي متابعي مطبخ الهوانم مع طنط نهلة. المكرونة البشاميل اللي ملهاش حل هنعملها النهاردة بطريقة بسيطة وجميلة وشهية جدا، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وكومنتاتكم اللي بتسعد قلبي يا حبايب قلبي. دلوقتي مقادير المكرونة عندي: كل كيلو مكرونة أو 800 جرام اللي هما كيسين المكرونة، عليهم نص كيلو لحمة مفرومة أو 30% منها دسم، ونص كيلو بصل. مقدار اللحمة قد مقدار البصل. بنفرم البصل على الخشن كده وبشوحها في معلقة سمن بلدي. أنا بطبخ بسمن بلدي لكن بقلله لأنه أصح من أي حاجة تانية، ولكن المكرونة البشاميل بتحتاج شوية سمن بلدي شوية زيادة علشان الكريمة بالذات تبقى جوسي وتبقى ناجحة. بعد ما بتشوح البصلة وبتصفر بس شوية كده تقلبتين، بنضيف عليها اللحمة المفرومة ونقلبها يا حبايبي. وبهاراتي هي ملح وفلفل اسود اثناء تشويح اللحمة، ما بضيفش حاجة تانية عشان طعم الحاجات ما يتغيرش، او بهارات تانية يعني. اوكي، عصرت كوبايتين طماطم وصفتهم. انا بحط طماطم، انا بركن كالعادة يعني بحط طماطم بتديها تيست جميل كده. وبجيب 5 معالق من الدقيق، بحط لهم كبشة سمن بلدي مع شوية زيت ذرة. والبهارات اللي بضيفها برضو البشاميل، ما كانش فلفل أبيض يبقى فلفل أسود وملح خفيف أقل من المظبوط. لازم كل مقادير المكرونة يبقى الملح فيها أقل من المظبوط. وبعدين بضيف كيلو لبن وكوباية زيادة لبن بلدي، وتبقى بالقوام اللي شفتوه يا حبايب قلبي. أنا بعد ما بسلق المكرونة عايزة تنصصي الكمية دي. أنا قلتلك على الكمية، نصصيها حسب احتياجاتك وحسب عدد الأفراد يا حبايب قلبي. أنا ممكن أعملها صينية واحدة، لكن إحنا بنحب ناكلها سخنة وهي خارجة من الفرن، فعشان كده هقسمها على صينيتين أو 2 طاجن. بحط كبشتين على المكرونة كلها، وكمان معلقة فلفل أسود بتوديها في حتة تانية. زي ما انتوا شفتوا انا بحطها كده، وبدهن الطاجن بسمنة بلدي خفيفة قوي علشان المكرونة ما تتحمرش وتنشف في قعدة الطاجن او الصينية. دلوقتي بحط 2 كمية المكرونة. ليه بقى يا طنط نهلة؟ اللي في القعدة لازم تبقى أعلى شوية علشان ما تديش فرصة للصوص بتاع اللحمة ينزل في قعدة الطاجن أو الصينية وتتحمر وتفقد الجوسي والطعم الحلو بتاعها، بتنشف. لكن أنا برصها كده مهندمة كده، وبسيب حوالي سنتي من الجناب، وبحط التلت التالت اللي أنا مقدراه للطاجن ده. مش مهم تبقى باينة منه اللحمة المفرومة أو ما يبقاش متستف زي اللي في قاعدة الصينية، علشان أنا بغطيه بكمية حلوة قوي من البشاميل. أنا ما بحطش زي ما لاحظتوا بيض. عايزة تحطي بيض لما يهدى البشاميل بحطي بيضة 2 زي ما انتوا عايزين. وبحط كده معلقة سمنة بلدي بعد ما بفرد البشاميل. بحط معلقة سمنة بلدي على الوش كده وبفردها بالراحة، بتخلي صينية المكرونة في حتة تانية يا حبايب قلبي. أنا وقت ما اتعلمت المكرونة البشاميل كانت يعني الإضافة اللي احنا ممكن نحطها الجبنة الرومي المبشورة. ما حبيتش طعمها، زي ما تحبي حطي جبنة رومي، جبنة موتزاريلا، لكن ليهم استخدامات تانية في حاجات تانية غير المكرونة البشاميل. جربي طريقتي دي. جبت معلقة معجون صلصة وخففتها بشوية شوربة، شوية مية وعليها شوية فلفل اسود، ونقطتها زي ما انتوا شايفين كده، ووزعتها بالراحة، ومسحت الحرف كده عشان ما فيش حاجة تبقى ناشفة او لونها اغمق من الباقي. الجزء التاني انا عملتهم على زي ما قلت لكم على صينيتين او 2 طاجن. ممكن تعمليه وتستفيه كده ويتحط في التلاجة من 2 ل4 ايام، وفي الفريزر من 10 ايام ل15 يوم، ما يزيدش عن كده. ونطلعهم من الفريزر، او نطلع الطاجن من الفريزر او من التلاجة علشان ياخد درجة حرارة الغرفة، خصوصا لو بورسلين، قبل ما نحطها في الفرن. الفرن بيبقى عالي لأن كل حاجة مستوية. طلبوا مني فراخ محمرة جنبها. بيني وبينكم أنا بحب المكرونة البشاميل من غير أي حاجة جنبها، ممكن طبق سلطة.
بصوا بتتفرفت ازاي، ولا يهمني تطلع متفرفتة، لكن ريحتها وطعمها عايزاها تهدى وتقطعيها زي ما بتحبيها يا حبيبة قلبي. هتعجب ولادك قوي، هتعجبك قوي. ودي طريقتنا يا حبايب قلبي، اعمليها بالطريقة دي هتعجبك قوي، وبألف هنا وشفا.